ولا انتوا كنتوا عايزين تاخدوا فلوس تفرتكوها واقعد اطبطب عليكم؟ انا متاكد ان جرى لها حاجه. ما تقلقش يا صاحبي، العيب على كل الناس تقف تتفرج على حريقه وتصورها بدل ما تطفيها. التليفون ده هيفضل معايا، مش هطلعه غير قدام النيابه. على جثتي. البنت اللي انت خبطتها بالعربيه دي ماتت ولا لسه عايشه؟ بنت ماتت. لو وزير الداخليه جه بنفسه مش عارف يطلعه. طول ما معاك نشأة فهمي محدش هيقدر يجي جنبك ولا جنب تامر. قلب الكلمتين دول في دماغك ابو خليل قبل ما تتعرض على النيابه بكره. ما اعتقدش ان وزير الداخليه هيعجبه الكلام ده. لا، السكه دي مش تمشي معايا. رجعني مطرح ما كنت، انا مش هغير كلامي. طب ايه رايك اجيب لك من ابو 50,000 جنيه؟ ما يلزمونيش. 100,000 كويس؟ ده برضه رد الناس الرخيصه اللي زيك. ده انت ابن كلب قال لي ادب وعيل تتربى. ابويا الله يرحمه قال لي عيش راجل. الواد مات يا زناد. وبعدين يا زنادي هنعمل ايه؟ ايه ده كده يا رفاعي؟ ما حصلش حاجه. عمره كده يا اخي. عمره؟ دي جنايه يا زنادي. واحنا مالنا؟ هو انا اللي قتلته؟ نعم يا اخويا. بقول لك ايه يا حمار، فهمني كويس. هو كان حد شافنا مع الواد من اصله؟ احنا في السليم. في السليم ازاي بس؟ حتى لو محدش شافنا لما جتته تبان هيدوروا على اللي قتله. ساعتها نعمل ايه؟ ساعتها يبقى الظابط هو اللي قتله. الظابط؟ ايوه الظابط سليم بيه الانصاري. اسمعني كويس وفهمني يا حمار. اللي هقولك عليه تنفذه بالحرف الواحد. انت فاهم؟ ما تتنحش كده، انت فاهم؟ الواد مش في البيت يا باشا، وامه ما تعرفش هو فين. استغفر الله العظيم يا رب. اكيد طبعا. اكيد عارف ان انت عمرك ما تجيلي بخبر حلو، اكيد. بس انا اكدت عليها سعادتك اول ما تشوفه تبلغه يجي لسعادتك. امشي امشي يا رفاعي، وما تخليش عسكري يصحيني غير لو في مصيبه. امشي يا باشا. طل بدل البهدله روح سعادتك رايح في البيت. امشي يا رفاعي، امشي وسيبني يلا. حاضر يا باشا. يعني انت متاكد يا حضره الامين؟ انت مش سامعني بودانك يا جحش؟ انت مش مصدقني؟ خش اساله. اساله ازاي بس؟ انت عايزه طين عيشتي؟ عليا النعمه انت عيل كبانش، حد يلاقي راحه وما يرتاحش. انا بس خايف يغير رايه. يغير رايه ازاي وهو نايم يا قطره بنش؟ يعني انت متاكد ان قال لك خليه يروح الاستراحه؟ بقول لك ايه، ما تخنقنيش، انا بلغتك وخلاص. مش عايز بلاش. لا لا لا، كتر خير حضرتك. خلاص انا هروح اريح في الاستراحه واجي قبل ما يصحى، مش كده؟ هو كده، عليك نور. تمام. خلصانه بإدارة. ما تقومي تنامي يا سلمى. مش عارفه انام يا ماما، انت عارفه ان صوت المطر بيوترني، بعدين قلبي واكلني قوي على سليم. ليه يا بنتي ماله؟ ملوش يا حبيبتي، هو حتى لسه مكلمني ومطمني عليه، ما تقلقيش. بس انا يعني اللي حاسه اني قلقانه. قومي صلي لك ركعتين قبل الفجر وادعي له ربنا يصلح حالك يا ابني يا حبيبي. يا رب يا ماما. اللي هو سليم بيعوز ليه المفتاح حضرة الأمين؟ وانا مش عرفني انت كمان؟ انا هحقق معاه. ها خلص، هتجيبه اوديهوله ولا توديهوله انت؟ هو سعادتك رايح له؟ ايوه يا سيدي، هو يبطل طلبات. لا خلاص خده سعادتك، أنا مش ناقص يمسك عليه غلطة لا كده ولا كده، حضرتك عارف وما بيرحمش. ها مش عارف هفضل اشيل عنكم لحد امتى؟ بقول لك ايه، روح هات له الدواء اللي طالبه، مش ناقصين مشاكل. على رأيك، بس اللي هو الدواء اسمه حضرة الأمين. هات له اي حاجه للبرد بس تكون كويسه، هبقى اسال الصيدلي. حاضر، مع إن الجو بره زي الزفت. يلا روح انت وخد بالك لا تنكشف. ما تقلقش بس انجز. تايسون قوم. زنادي
ايه اللي جابك؟ انت مش المفروض راعة؟ عايزك في مصلحة. مصلحة ايه اللي انت عايزني فيها وانا مدمنة يا عم؟ هتطلع. ازاي؟ ده موضوع انا بقى وانا هخلصه، مالكش فيه. المهم انت مش عايز حقك من الظابط؟ هموت يا زناتي. وانا لقيت لك صرفة وهجيب لك حقك من الظابط، وهتطلع من هنا كمان بس تسمع كلامي. امين يابا؟ يا حاج، لا لازم اشوفك حالا، مش هينفع. طيب ماشي. لا لما اجي احكي لك، مش هينفع دلوقتي. طب يلا مسافة السكة وكون عندك. انت ايه؟ مفيش في قلب امك رحمه؟ لا يا روح امك، خلي الرحمة تنفعك لما تشرف فطورة وتلبس الاساور. انا رايح الحاج لطفي. سيبني مع بيتة الواد لوحدي؟ اسيبك ازاي؟ انت اللي هتخرجني من مكان ما جيت وتقفل الباب ورايا كمان. يلا يلا. نهار ابوك اسود، مات ازاي؟ جرايه يا حاجه، قضاء الله ونفذ. وفي حد بيموت ناقص عمر؟ يا بني ادم انت، انا جايبك تشيلني من مصيبه تقوم تحطني في مصيبه اكبر. لا انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. اهدى كده يا حاج، ما تقولش كلام تندم عليه بعدين. ايه يا واد قله الادب اللي انت فيها دي؟ ما تفوق لنفسك. حاضر يا سياده النايب، انتوا سيادنا وعلى راسنا. ايوه كده، تعادل. انا كل اللي قصدي عليه ان ما ينفعش ان انا ورط نفسي في مصيبه زي دي عشان خاطر الحاج وابنه وفي الاخر يبيعني، ولا ايه؟ انا كنت قلت لك اقتله يا جحش انت. وانا كان قصدي يا حاج، انا حاولت معاه بالحسنى ما نفعش، قرصت عليه شويه ما استحملش، قضاء الله ونفذ، نصيبه كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وإيه العمل دلوقتي يا حاج؟ ماليش دعوه، انا قلت لكم ان انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. هو اللي موته يبقى هو اللي يتصرف. ما تهدى كده يا حاج، مش يمكن يكون الموضوع ده في مصلحتك؟ مصلحتي ازاي يعني؟ دي جنايه يا بني ادم. اقول لك انا ازاي؟ دلوقتي البت الله يرحمها والواد كمان شرحه، مين يعرف الموضوع غير الظابط؟ مفيش. والظابط كل اللي عنده كلام، مفيش حاجه تثبت على تامر بيت تهمه غير الفيديو اللي على تليفون الواد، والتليفون معايا وانا خفيته بمعرفتي، لحسن لا قدر الله يقع في ايد حد كده ولا كده، ولا عيل شمال يحاول يبتزك ويفتشك في قرشين. يا حاج انا ما يرضينيش. انت بتهددني يا ابن الكلب انت. اهدى اهدى يا حاج، زناتي برضه عنده حق. فهمه يا متر والنبي، قول له اطلع بره، اطلع بره يا بنت، لان وعزة جلال الله هضربك بالنار. اهدى يا حاج اهدى، ما يصحش كده، وطي صوتك. ممكن تقعد؟ اقعد. وبعدين زناتي مهما كان ده ابننا، وهو ما يقصدش حتى لو غلط برضه. وبعدين ده واحد من رجالتنا، واحنا رجالتنا مش ممكن نتخلى عنهم ابدا. قول لي يا زناتي، تاخد كام وتجيب التليفون بتاع الواد اللي معاك؟ لا لا مؤاخذه حماد بيه، التليفون هيفضل معايا. وبعدين انتوا خايفين من ايه؟ ما احنا في مركب واحده، يعني الفيديو ده لو ظهر انا اول واحد اروح في 60 داهيه وقبليكوا كمان. ولما انت عارف كده عايز تخفيه معاك ليه؟ معلش يا متر، الشيطان شاطر، انا كده بالنسبه لي امان اكتر. وماله يا زناتي، الحكايه ببيتها. بس بقى ادام نوينا نلبسها للظابط، يبقى لازم نقعد مع بعض ونرتب اوراقنا، لان برضه ما تنساش ان ده ظابط والداخليه مش هتتخلى عن راجلها. ما تقلقش يا متر، وحط في بطنك بطيخه صيفي، انا مرتب نفسي كويس، والتهمه لابساه ومحدش هيقدر يحميه. ماشي، فهمني بقى انت عملت ايه بالظبط؟ اقول لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رب احنا غلابة ملناش غيرك. الغلابة ملهمش غيرك يتصدقوا عليه. يا رب انا ست عاجزة مفيش في ايدها حاجة. هو الراجل اللي انا مسنودة عليه انا والبنات. لأجل حبيبك النبي يا رب تفك كربه. أقف جنبه. يا رب خليك في ظهرنا يا رب. احنا ملناش غيرك. النبي لأجل حبيبك النبي ما تسيبنا. أجرنا يا رب. يا رب. يا رب. كده كله تمام. مش فاضل غير حاجتين اتنين. ايه هما يا متر؟ الضابط جه هنا والعسكري اللي كان سايق البوكس هيشهد بكده. يبقى احنا لازم يكون عندنا تفسير منطقي غير الكلام اللي هيقوله. طب ودي هتتحل ازاي يعني؟ الحل عندي. ايه هو؟ ما تقول بقى يا ناشد، حرام عليك، النهار طلع علينا. ركزوا معايا، واللي هقوله هو اللي لازم يتعمل، ما عندناش وقت نضيعه. اتفضل. لا يا حماد، لا لسه صاحي. الجماعة لسه نازلين. خير. بداية لو تكون عايز تسألني اتفقنا على ايه؟ ايه؟ وانا مالي انا ومال الموضوع ده؟ حاجة جوه دايرتك، ما تتصرف انت يا اخي. ايوه انا علاقتي بالنايم العاب كويسة، بس يعني ظابط عذب عيل في اسم مش في دايرتي، هكلمه انا ليه في الموضوع ده؟ يا حماد بقى على زنك. اسمه ايه الظابط؟ ايه؟ سليم الانصاري؟ مش ده اللي كان في الصف؟ لا لا ما اعرفوش شخصيا يعني، بس سمعت عنه. ماشي ماشي، سيب لي انا الموضوع ده، انا هتصرف. حاضر هكلمه وارجع اكلمك، استنى مني تليفون. صباح الخير يا معالي النايب، اسف لو كنت بكلم حضرتك بدري. الحقيقه في مشكله كبيره شويه، قلت اكلم حضرتك نحاول نلمها قبل ما تكبر وما نعرفش نتصرف. صباح الخير يا باشا. يا ابني ما بالراحه، حد يصح حد كده. ما انت اللي قلت لي يا باشا. روح اعمل لي شاي. حاضر يا باشا. انا كان قلبي حاسس من الاول، ما دام متاخر كده يبقى خدوه تاني. هو الظابط ده مش هيشيله من دماغه. يا ست سناء، انا عايزك كده تهدي وتتاكدي ان ابنك هو ابننا. انا الحاج لطفي موصيني ان انا اخد بالي من الموضوع ده جدا. ما هو العشم برضك يا حاج. وعلى فكره حماد بيه بلغ اكبر ناس في وزاره العدل، واحنا هنتولى البلاغ بالنيابه عنك. لا انا مش عايزه ابلغ ولا اي حاجه، انا عايزه الواد يرجع لي والظابط ده يشيله من دماغه خالص وينساه. لا لا يا ست سناء، ما هو الموضوع ده اذا ما كانش يكبر مش هيتحل. انا عايزك تطمني كده خالص وتسيبينا احنا هنتصرف في الباقي. قلتي ايه؟ اللي تشوفوه. ما الحاج لطفي زي ابوه برضه، اكيد هيعمل الصالح. اللي تشوفوه. أنا شريف رمضان،
وكيل النائب العام. فين سليم يا ابني؟ اتفضل يا فندم. يا رفاعي، يعني وكيل النيابه معاه دلوقتي؟ طب تمام، 100 100. بقول لك ايه، تنفذ اللي قلت لك عليه بالحرف وتبلغني اول باول. يا جدع انت خايف كده ليه كده؟ ما قلت لك كل حاجه معمول حسابها. بكره لما الليله تخلص وتلاقي القرشينات في ايدك هتدعي لعمك زناتة يا بقف. سلام يا مقطف، سلام. يا باشا انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ والله يا سليم بيه الكلام ده هو اللي عندنا. الدنيا مقلوبه. النائب العام بيتابع بنفسه الموضوع. هي ايه الحكايه بالظبط؟ يا باشا حكايه ايه؟ الواد ده جه يقدم بلاغ عشان الحادثه، طلعت اشوف ايه الموضوع ما لقيتوش، بعت له حد على البيت برضه ما لقيتوش، هعمل ايه يعني؟ هو كان في فعلا مشكله بينك وبين الواد ده؟ مشكله؟ يا باشا مشكله ايه؟ الواد ده اشتبهنا فيه في كابين وخرج تاني يوم، مفيش حاجه. ماشي. معلش يا سليم بيه، انا عايزك تقدر موقفي كويس. انا عندي تعليمات اللي انا افتش الاسم وراجع الدفاتر بنفسي. ماشي يا باشا، الاسم كله تحت امرك، اتفضل. الواد مش موجود في الدفاتر اصلا. ما انا قلت لسعادتك يا باشا الواد كان جاي يبلغ. ايوه يا سليم بيه، طب فين المحضر؟ طب فين البلاغ؟ الواد ملوش اي اثر في الدفاتر. كلمتين سمعتهم منه، رحت اجيب الواد اللي عمل الحادثه، رجعت ما لقيتوش، هعمل ايه يعني؟ ايوه بس الناس شافته وهو داخل، محدش شافه وهو خارج. ومحدش قال لك الدنيا كانت عامله ازاي امبارح؟ محدش شاف حد خارج ولا داخل. دنيا مقلوبه ايه يا سليم بيه؟ انا مش فاهم صراحه، مفيش ولا عسكري في مكانه. صباح الخير يا شريف بيه. انا سياده المأمور. ايه الحكايه يا سليم؟ الوزاره مقلوبه والتليفونات ورا بعض من الصبح. مفيش حكايه يا باشا. مفيش حكايه ازاي؟ والوقت اللي انت حاجزه ده ايه حكايته؟ ما حجزتش حد وما شفتش حد يا باشا. احنا هنشوف الموضوع ده. انا كده كده هفتش الاسم. وانا قلت لك يا باشا الاسم كله تحت امرك، هاجي معاك بنفسي. بعد اذنك يا باشا معانا، اتفضل يا بيه. هيحصل. اتفضل يا باشا. مفيش غير الواد ده في الحجز وهتروح النهارده على النيابه. تعالى يا ابني كلم الباشا. اخلص. يا باشا. انت احمد تايسون؟ ايوه يا باشا انا حماده تايسون. كان في حد هنا غيرك؟ يا باشا كان في عيل عندنا من الحته وجابوه شويه ومشي. مين ده اللي جابوه يلعب بالكلب؟ مش هينفع سليم. بص يا باشا هو على طول كده والله يا باشا. سيبني ده خليه الواد ده كداب يا باشا. بعد اذنك سيبه يكمل. كمل يا باشا انا هتكلم بس اوعدني سليم بيه ما يعمليش حاجه. ما حدش هيجي جنبك، كمل. يا باشا سليم بيجي بالليل وجاب الواد ده معاه. وكان يا عيني مهدوم العافيه يا باشا والله. ونزل فيه ضرب باللبكاس واللكاكيم يا باشا في كل حته. مين ده اللي نزل في ضرب؟ يلا بتتكلم. مش هينفع كده يا سليم بيه. حضرة المأمور خد سليم بره بعد اذنك. تعالى معايا، عايز دقيقتين. تعالى معايا. عايز اعرف كل حاجه بالظبط. محدش هيكلمك، قول. يا باشا الكلام ده ما حصلش، الواد ده اكيد متفق معاهم. متفق معاهم؟ هو جوه الحجز. يا ابني لو مخبي عليا حاجه قول لي، عايز الحق اتصرف. اخبي ايه بس يا باشا؟ انا عايز افتش الاسم شبر شبر ودلوقتي حالا. اتفضلوا. تعالى يا باشا اتفضل، الاسم قدامك فتشه حته حته. اتفضل يا بيه. ايه ده بقى بهوات؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ايوه يعني هو فين دلوقتي؟ نزلا. اوكي
انا مسافه الطريق وهكون عند حضرتك. شكرا، متشكره. في ايه يا بنتي؟ مين ده اللي كان بيكلمك؟ ده المأمور بتاع سليم يا ماما. المأمور بتاع سليم يكلمك ليه؟ وهتروحي له ليه؟ سليم شكله واقع في مصيبه كبيره قوي يا ماما. كده بقى الامور كلها وضحت. محدش يعرف تقرير الطب الشرعي ممكن يقول ايه تاني. انا هبعت المعمل الجنائي هنا عشان يفحص الاسم كله، ويا ريت محدش يتصرف تصرف يخلي الوضع اسوأ. نصيحه مني، اي لعب في الادله هيضركم اكتر. انا هطلع على النيابه يا سياده المأمور. يا ريت بقى تجيب لي الباشا بنفسك، لإلا والله العظيم ابعت اجيبه من الكلبش. مش قلت لك هتربقها فوق دماغ ابوهم ومحدش هيعرف يحميه؟ انا نايب الدايره دي واعرف ازاي احركها بصباعي كويس. قد القول يا حماد بيه، ولسه بقى لما النت يشتغل والتلفزيون الدنيا هتولع اكتر. صعبان على ام الواد. ده انا غني برضه حماد. انا هو. شوف انا عامل ازاي عشان امنع اي اذيه ممكن تيجي لابني. فما بالك بالست دي بقى اللي راح منها ابنها الوحيد، مش هتشوفه تاني. ما تقلقش يا حاج، احنا ماشيين في السليم، وما بقاش نشأة فهمي اما جبت له 15 سنة على الأقل. على فكرة بقى يا حماد بيه، الراجل بتاعك طلع وحش. تميم بيه ده غول، راجل واصل وحبايبه كتير قوي. ده غير بقى يا سيدي ان هو في كل خرابه له عفريت، وعنده بسم الله ما شاء الله فلوس بالكوم متلتله. يظهر انك غالي عليه عشان كده بيخدم بقلب قوي. اهو كله سلف ودين. ويا اصل انت ما تعرفش الحاج لطفي ده غلاوته عندي قد ايه، وتامر ده زي ابني بالظبط. بس ما كنتش اجري لهم واتعب لهم، هتعب لمين يعني؟ ربنا يديم المعروف. الحمد لله. مالك ساكت ليه يا حاج؟ مش قلت لك ما تقلقش؟ طمن ازاي يا نشأت؟ طمن ازاي وانا غارس في الوحله لغايه رقبتي؟ حاسس اني لسه هغرس. ما تقلقش يا حاج، ان شاء الله كل حاجه هتعدي على خير. شكلها مش هتعدي يا حماد بيه. الواد تامر قطم ظهري واللي كان حتى لو خلصت حكايه القضيه دي هفضل طول عمري تحت رحمه زنتي الكلب ده والفيديو اللي معاه. زناتي ده اصله واد كلب فلوس، واللي تعرف ديته اقتله.
يا شريف انا قلت لك قبل كده كل الكلام ده كده. كل دول بيكذبوا؟ ليه يعني؟ في مؤامره كونيه عليك يا حضرة الظابط ولا ايه؟ والله ما اعرفش. هو ايه اللي ما تعرفش؟ تعرفش العسكري اللي قابل زياد على باب القسم وقال له انا خايف يقابلك؟ والامير رفاعي اللي انكر انك بعته بيت زياد زي ما قلت. والله انا كل حاجه قلتها لك، ما عنديش حاجه تانية اقولها. طب وعسكري مكتبك اللي شهد وقال انك كنت بتعامل الواد ده بمنتهى القسوه والعنف، فكرت بالمره اللي اخدته فيها قبل كده وطلبت منه ان هو يرتاح بدون اي سبب، وده طبعا عشان يسهل لك الحكايه، تدخل وتخرج من غير ما حد يشوفك. طب وتايسون اللي قال نفس الكلام وقال برضه ان انا خدت الواد ده بدون وجه حق، كل ده مش مكفي؟ يا شريف بيه تايسون ده عيل مجرم، ما ينفعش تاخد بشهادته. احنا بس اللي نقول مين يتاخد بشهادته ومين لا يا سليم بيه، وبعدين شهادته متفقه مع بقيه الشهود، ده غير العصايه اللي احنا لقيناها جنب جثه الواد، وانت ما انكرتش ان دي مش بتاعتك. يا باشا انا هعمل معاك كده ليه؟ هو مش كان في شهود ان انت خدت الواد ده قبل كده وكان في مشكله معاه؟ يا باشا الواد ده لو انا مستقصده مش هستناه يجي لي الاسم. الواد كان جاي يبلغ عن ابن لطفي عشان اللي عمل الحادثه. كل ده كلام مرسل يا سليم بيه، البنت الله يرحمها ما لقيتش اي حاجه عن الحادثه. سعادتك تقدر تسال بتوع الاسعاف. احنا بعتنا نجيبهم، بس انا هفرض معاك ان هو كان جاي يبلغ، ده ايه علاقته بالموضوع؟ يا باشا الواد كان جاي يبلغ، انا ما كانش عندي نيه ان انا اذيه. انا بقى اللي بسالك السؤال ده، انت ليه عملت في الواد ده كده؟ تاني يا باشا؟ ادخل. مؤاخذة يا باشا، في ناس بره عايزين يقابلوا سعادتك وبيقولوا ان عندهم كلام مهم جدا في القضية. مين دول؟ حماد بالموجي عضو مجلس النواب ومعاه ناس تانية سعادتك. طب خليهم يدخلوا. مساء الخير يا شريف بيه. اتفضلوا. اتفضلوا يا باشا، هو انت هتضيفهم؟ حاضر الظابط، بعد اذنك اتفضل بره وبعد كده ابعت لك عشان نكمل التحقيق. اتفضل. ماشي. ان شاء الله بسيطه يا سليم، ولو كنت مخبي عليا حاجه يا ريت تقول لي عليها، انا برضو كده كده زي اخوك. انا قلت لسعادتك كل حاجه، ما عنديش حاجه تانية اقولها. ايه اللي حصل يا سليم؟ شوف سعادتك، انا فوجئت بيه بيقول لي ان ندى الله يرحمها خبطتها عربيه وان في شاهد. قلت له يا باشا انا تامر ابني في العين السخنه، يعني احنا ناس في السليم. راح مبجح فيا وقال لي زياد عارف انا ممكن اعمل فيه ايه كويس. انا لو قرصت على زياد ده شويه هخليه يقول انه شاف تامر ابنك وهو سايق العربيه. فعلا يا فندم، ده كمان حتى أول مرة كنت أقابله فيها يوم ما رحنا القسم عشان نتوسط لزياد الله يرحمه، والحقيقة كان بيبجح وبيتكلم بطريقة كده غريبة جدا، أنا ما شفتش كده قبل كده، لدرجة إن هو آخر مرة راح للحاج في المعرض وكان كل شوية يتنطط له، طلب منه عربية على الزيرو وقال له إن لو ما خدتش العربية هيلبس تامر قضية. حتى يا فندم بعد ما عرف ان انا محامي حاولت افهمه ان التصرف اللي هو بيعمله ده غير قانوني وانه ممكن يتعرض للمساءله. قال لي بقول لك ايه، البلد بلدنا ومحدش يقدر يجي ناحيتنا. حاولت اشرح له انه حتى لو اجبر المرحوم زياد على ان هو يشهد شهاده زور في الاسم ممكن لما يروح النيابه يغير اقواله. قال لي انا مفهمه كل حاجه وهو فاهم كويس قوي انه لو عمل كده ايه اللي هيحصل له. وقال لي بالحرف الواحد ان دي كانت اول مره قرصه ودن بس عشان يتعلم، لكن لو ما اتعلمش هعلمه. بالظبط يا باشا. وبعدين يا متر كمل. بعد كده الحاج اتنرفز وقام طرده، واحنا خدنا بعضنا ومشينا لان الوقت كان اتاخر بجد يعني، وما كناش متصورين ابدا ابدا ان هو ممكن يعذب الشاب المسكين دوت لدرجه ان هو يقتله. طب وانتوا كنتوا عند الحاج لطفي بقى في الوقت المتاخر ده ليه؟ يا فندم بقول لسعادتك احنا اصحاب متعودين ان احنا نسهر عند الحاج لطفي كل ليله، وبعدين الحاج لطفي ده بيت اهل كرم وبيته مفتوح للجميع. يا فندم احنا بنتهم الرائد سليم الانصاري بمحاوله ابتزاز الحاج لطفي ابو المجد، وطلب منه رشوه وتهديده بتلفيق تهمه قتل المرحومه ندى لابنه تامر في حال اذا ما دفعش الرشوه. وبعدين يا حبيبي هتعمل ايه؟ مش عارف. مش المأمور ده كان رئيسك؟ المفروض انه يقف جنبك. ما تيجي شايفه نفسك بيتعامل معايا كويس ازاي؟ بس ساعة الطوفان مفيش حد بيشيل حد، كله بيقول يلا نفسي. يعني ايه يعني يا سليم؟
هيسيبك تتظلم ويقف يتفرج؟ ده لو كان هو اصلا مصدقني. كل ما ابص له تحس ان هو عايز يقول لي انت كذاب. قطع لسانه، وقطع لسان اللي يجيب سيرتك باي حاجه وحشه. اتفضلي. ايه دي يا حبيبي؟ دي هديه كنت جايبها لك شده لك لما اروح النهارده. انا عارف اني زعلتك المره اللي فاتت واتكلمت معاكي بطريقه مش كويسه. حقك عليا، ما تزعليش مني. ازعل منك؟ حد يزعل من روحه؟ ده انت راجلي وسندي في الدنيا. شريف بيه عايز سعادتك في مكتبه. هنستناك يا سليم نروح سوا. روحوا انتوا، الموضوع ممكن يطول شويه. تفتكر يا نشأت وكيل النيابه هياخد بكلامنا؟ عيب بقى يا حاج لطفي، ده انا نشأت فهمي مش اي حد. انا مش فاهم انت قلقان من ايه بس يا لطفي؟ لان الواد تيجي رجله في القضيه بعد كل اللي عملناه ده يا حماد. يا راجل ما تبقاش موسوس قوي كده، ما تقلقش، احنا ورقنا متستف وكل حاجه 100 100. الشهاده لله بقى، الواد زناتي دوت لبسهم قضيه تلبيسه ما فيهاش خرم ابره. تفتكروا؟ مريح يا حاج، ما قلت لك ما تخافش على تامر، ما حدش هيقدر يهوب ناحيته. يا رب يا نشأت يا رب. كذب، كل ده كذب. ما تهدى شويه يا حضر الظابط، وانا كل ما اواجهك مواجهه شاهد هتقول لي كذب كذب؟ عشان كلهم كدابين. التلاته كدابين؟ عايزين يلفقوا لك قضيه قتل ورشوه؟ طب ليه؟ عشان طلعوا ابن لطفي ابو المجد. طب ونشأت وحماد ايه مصلحتهم؟ صحابه بيساعدوه. يا سليم قول ايه كلام يدخل العقل؟ ده واحد محامي والتاني عضو برلمان، الاتنين من الساعه احنا مش جايبينهم من على القهوه. انا مش فاهم انت ليه مصدقهم قوي كده، ولا عشان في واحد في البرلمان؟ هعديها لك يا سليم عشان الموقف اللي انت فيه، بس انا عايز اعرف الواد مات منك ازاي؟ انا عارف ان ما كانش قصدك تقتله. برضه مفيش فايده. بعد كل اللي قلته لك ده بتقول لي برضه قتلته ازاي؟ براحتك بقى، انا عايز اساعدك والله، انا معاك مش ضدك. عموما انا رجعت للمحامي العام وسياده النائب العام واستاذنتهم قبل ما اخد قراري.